ازيكم يا شباب، اتمنى تكونوا بخير. ان شاء الله هنشرح الدرس الثالث وبكده نبقى خلصنا الوحده الثانيه كامله. محتاجين نكمل تركيزنا ان شاء الله. ان شاء الله الدرجه النهائيه هتبقى في ايدينا. الدرس الثالث ان شاء الله او الوحده الثانيه كان اسمها ايه عندي؟ كانت التيار الكهربي والخصائص الفيزيائيه. خلصنا الدرس الاول، خلصنا الدرس الثاني، والثالث عندي اسمه الطاقه النوويه والنشاط الاشعاعي. الدرس ده اكتر ما هو محتاج فهم، هو في حفظ شويه. محتاجك تركز معايا في كام معلومة قديمة الأول نظبطها ونوضحها، نخش في شغلنا على طول. وانت لسه في سنة أولى كده كنت بادئ معانا علوم للإعدادي كده في سنة أولى، كان الأستاذ بيقول لك إن أنا عندي المادة كل ما له كتلة وحجم. يعني لو جبت لك مكعب كده من الحديد أو من النحاس أو من أي حاجة ليه كتلة وليه حجم، هتقول لي إن ده مادة. وقال لك إن المادة تتكون من حاجات أصغر تسمى جزيئات. وبعد كده قال لي ان الجزيئات الجميله ده اهي تتكون من حاجات اصغر اسمها ذرات او ذره. اصغر حاجه خالص في الماده هي الذره دي. لما بصينا على الذره دي تحت الميكروسكوب وعرفنا تركيب الذره، فالاستاذ كان بيقول لك ان انا عندي نواه وحواليها بيلف الكترونات سالبه في مستويات طاقه. سيبك من الالكترونات دلوقتي خالص، احنا عايزين نمسك النواه دي. قال لي النواه دي تتكون من حاجتين. قال لي تتكون من بروتونات موجبه ونيترونات متعادله. بروتونات موجبه وعندي نيترونات متعادله. نيترونات متعادله. ايه القصه بقى؟ انت ما جيتليش ليه فكرت ان النواه ده اهي بما ان جواها بروتونات موجبه ونيترونات متعادله، فالنواه كده هتاخد شحنه موجبه. كلام محترم. قال لي هو ليه انا عارف ان الشحنه الموجبه مع الشحنه الموجبه المفروض يحصل تنافر؟ ليه النواه دي ما جاتش في يوم من الايام واتفكت عن بعضها؟ تاني، النواه كلها على بعضيها شحنتها موجبه عشان جواها بروتونات موجبه ونيترونات متعادله، والمتعادل ملوش لازمه. فالبروتونات الموجبه دي شحنه موجبه وشحنه موجبه وشحنه موجبه اكتر من بروتون، فالمفروض ان كلهم يبعدوا عن بعض فالنواه تتفكك. قال لي لاني عندي قوه مهمه جدا لازم تعرفها. قال لي اسمها قوى الترابط النووي. اول شغلنا اهو، انا عندي في قلب النواه قوه اسمها قوه الترابط النووي. دي مسؤوله عن حاجتين. الحاجه الاولانيه ربط مكونات النواه ببعضها، دي مخليه البروتونات تقعد مع النيترونات في قلب النواه، ودي اللي مخليه ان البروتون الموجب والموجب ما يحصلش بينهم قوه تنافر، يبقى تتغلب على قوى التنافر الموجوده بين البروتونات الموجبه وبعضها. كلام محترم. يبقى انا عندي قوه الترابط النووي دي اللي ماسكه النواه ما بتخليهاش تتفك عن بعضها. وقال لي الذره ده اهي الصغيره ده اهي عندها طاقه تانية اسمها الطاقه النوويه، اللي هي عنوان درسنا. الذره جواها طاقه اسمها الطاقه النوويه تستمدها من قوى الترابط النووي. انا عايزك تميز بقى مين الكبير مين الاقوى. قوه الترابط النووي. مين الاضعف شويه اللي بياخد قوته من قوه الترابط النووي؟ الطاقه النوويه. يبقى الكبير قوه الترابط النووي بيستمد منه شخص تاني او طاقه تانية اسمها الطاقه النوويه قوتها. والاتنين دول شغلانتهم ايه؟ ان النواه ما تفكش من بعضها. قال لي كلام محترم. انت دلوقتي فهمت يعني ايه الطاقه النوويه. فقال لي عندي هنا يا شباب ان قوى الترابط النووي هي القوى اللازمه لربط مكونات النواه ببعضها والتغلب على قوى التنافر الموجوده بين البروتونات موجبه الشحنه وبعضها. وقال لي تعتبر قوى الترابط النووي دي مصدر، هي الام التي تستمد منه الذره كلها قوتها، وتعرف باسم الطاقه النوويه. يبقى الطاقه النوويه دي الصغيره اللي بتاخد قوتها من قوى الترابط النووي. سؤال علل المهم، تعتبر للنواه مخزن للطاقه؟ قال لانها جواها طاقه اسمها الطاقه النوويه تستمد قوتها من قوى الترابط النووي. انت كده فهمت يعني ايه طاقه نوويه. نخش لنص الدرس الثاني، النشاط الاشعاعي. في عالم محترم من فرنسا كان اسمه هنري بيكوريل. الراجل ده قاعد في يوم في المعمل بتاعه لقى ان عنصر عنده في المعمل اسمه اليورانيوم عمال بيطلع اشعاعات غير مرئيه بتتشاف، ما تتشافش بالعين، تتشاف بالاجهزه. فقال ايه السبب؟ ما عداش الموضوع. قال لي ايه السبب؟ ان الماده دي او العنصر ده وانا عمال بيطلع اشعاع. فاول ما قعد يدرس كده لاحظ حاجه غريبه، ان النواه بتاعت الذره بتاعته، النواه ده اهي
هي جواها بروتونات موجبه وجواها نيترونات متعادله. لاحظ حاجه غريبه، ان النيترونات دي لو المفروض تبقى 23 هي لقاها 123. كده عدد النيترونات زياده، يعني كده النواه بتاعه الذره دي جواها طاقه زياده على هيئه نيترونات. فقال ان الطاقه دي محتاجه تخرج، فبتخرج على هيئه اشعه غير مرئيه سميناها بعد كده الاشعاع النووي. انت فهمت القصه كلها، انا بحكي لك قصه دلوقتي. النشاط الاشعاعي دون عباره عن ايه بقى؟ خلاص لما تسمعها بعد كده. قال لي ان جوه النواه بتاعه الذره شويه نيترونات زياده عن العدد اللازم. فقال لي الذره كده مش مستقره، محتاجه تستقر. طب هتعمل ايه عشان تستقر؟ قال لي هتخرج النيترونات الزياده في هيئه طاقه، في هيئه اشعه غير مرئيه. وقال لي خلي بالك ان الاشعه دي ممكن تكون الفا او بيتا او جاما. ركز معايا. قال لي يرجع اكتشاف ظاهره النشاط الاشعاعي الى العالم هنري بيكوريل. اكتشف انبعاث اشعه غير مرئيه من عنصر اليورانيوم، ولها القدره على النفاذ خلال الاجسام الصلبه. تقدر تعدي جوه جسم حضرتك وجوه العظم وجوه المباني، اي جسم صلب تقدر تنفذ من خلاله. وبعد كده قال لي ان انا عندي ظاهره اسمها النشاط الاشعاعي. لو حد سالك كده مش هيقدر يستوعب المعلومه بالكامل، وانت عايز تختصر عليه لما يجي يسالك يعني ايه ظاهره النشاط الاشعاعي، قول له بص كده يا عم الحاج، احنا عندنا شويه عناصر، جواهم نيترونات زياده، محتاجين انهم يطلعوا الطاقه بتاعت النيترونات الزياده دي بره عشان تستقر تبقى براحتها، فهتطلع الطاقه الزياده دي في هيئه اشعاع. يبقى ظاهره النشاط الاشعاعي قال العناصر التي تحتوي انويه ذرتها على عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم للاستقرار تكون غير مستقر. طب هي نفسها تستقر. قال لي يا استاذ فهتخرجها في هيئه الطاقه، هتطلع الطاقه الزياده دي في هيئه اشعاع. من العناصر المشعه دي عناصر جوه النواه بتاعتها عدد من النيترونات زياده. تعريف العناصر المشعه: عناصر تحتوي انويه ذرتها على عدد من النيترونات يزيد عن العدد اللازم لاستقرارها. وقال لي عندك 7 امثله، لازم تعرف ال7 امثله. قال لي اول عنصر مشع. يعني ايه مشع بقى؟ انت عارف، يعني النيترونات اللي جواه كتير زياده هيطلعها في هيئه طاقه عشان يخلص ويرجع للاستقرار. قال لي زي السيزيوم وزي الراديوم وزي اليورانيوم وزي الزيركونيوم. وقال لي خامس عنصر السيلينيوم، والسادس الروبيديوم، والاخير البولينيوم. على حضرتك تعرف ال7 عناصر المشعه اللي عندي. قال لي طب وبعد كده ايه اللي هيحصل؟ قال لي مفيش مشكله، انت عرفت القصه كلها. ان انت العنصر اللي عنده نيترونات زياده يعني جواه طاقه زياده يعني غير مستقر، هيطلع الطاقه الزياده دي في هيئه اشعه غير مرئيه. يبقى تميل الانويه بتاعت العناصر المشعه الى اصدار اشعاعات، سواء النوع الاول الفا او بيتا او جاما، غير مرئيه بشكل تلقائي. ما بتتشافش. ليه بقى؟ هيطلع اشعه ليه؟ للتخلص من الطاقه الزائده والوصول الى تركيب اكثر استقرار. طب القصه دي ان الطاقه الزياده تطلع مني في هيئه اشعاع، الموضوع ده لوحده كده اسمه ايه؟ قال له ظاهره النشاط الاشعاعي. فتعريفه ايه النشاط الاشعاعي؟ يبقى ظاهره النشاط الاشعاعي دي عباره عن ايه؟ تعريفها تالت تعريف عندي، قال لي هي عمليه تحول تلقائي لأنوية ذرات بعض العناصر الموجودة في الطبيعة كمحاولة للوصول إلى تركيب أكثر استقرار. يعني العناصر المشعة اللي هي غير طبيعية عايزة تبقى أكثر استقرار، فبتطلع الطاقة الزيادة اللي فيها. قال لي يعني أنا لو عندي عنصر غير عنصر مشع يعني غير مستقر، طلع الطاقة، طلع أشعة، هيرجع تاني مستقر. أسئلة سهلة. طب قال لي إيه النتائج لما عنصر يبقى عنده عدد من النيترونات، زيادة عدد النيترونات في نواة ذرة عنصر عن العدد اللازم لاستقرارها؟ قال لي تصبح النواة غير مستقرة لزيادة طاقتها، فتصدر إشعاعات غير مرئية للوصول إلى تركيب أكثر استقرار. هشقلب السؤال. علل ليه اليورانيوم عنصر مشع؟ لأن النواة بتاعته بتحتوي على عدد من النيترونات زيادة عن العدد اللازم لاستقرارها، فقال لي بتطلع الطاقه دي في هيئه اشعه غير مرئيه الفا او بيتا او جاما. كل حاجه الانسان بيكتشفها بشكل طبيعي تلقائي بيحب يسخرها لنفسه. فالانسان بعد ما عرف ظاهره النشاط الاشعاعي الطبيعي انها بتحصل من غيره، فحب يسخرها لنفسه. فعملنا بعد كده هنا ظاهره نشاط اشعاعي صناعي.
النشاط الاشعاعي الصناعي. بقى الانسان هو اللي بيتحكم فيه، انا اللي بتحكم في الاشعاع، انا اللي اخرجه بمزاجي وانا اللي اخليه ثابت ما يتحركش من مكانه بمزاج انا. فقال لي ان هناك نوع اخر من النشاط الاشعاعي اسمه النشاط الاشعاعي الصناعي، وهو عباره عن الاشعاع او الطاقه النوويه المنطلقه من التفاعلات النوويه. وفي نوع منه يمكن التحكم فيه، انا بقدر اتحكم فيه، اشغله واقفله بمزاجي، ده زي اللي بيحصل في المفاعل النووي. في نوع تاني ما اقدرش اتحكم فيه، اول ما يشتغل خلاص ماليش تحكم فيه، زي القنابل النوويه او القنابل الذريه. قال لي لا يمكن التحكم فيها كتلك التي تجري في القنابل الذريه المستخدمه في الاغراض الحربيه. طب ايه تعريف النشاط الاشعاعي الصناعي؟ قال لي الاشعاع او الطاقه المنطلقه اثناء التفاعلات النوويه والتي تجري في المفاعلات النوويه او القنابل الذريه. مفاعل نووي استخدام سلمي، وقنابل ذريه استخدام حربي وماليش سيطره عليه. وقال لي بعد كده في استخدامات سلميه كويسه جدا للطاقه النوويه، استخدمتها في 6 مجالات. اول مجال قال لي مجال الطب، تاني مجال قال لي توليد الكهرباء، تالت مجال عندي قال لي التنقيب، قال لي ورابع مجال عندي استكشاف الفضاء، والخامس كان الصناعة، والسادس الزراعة. تعال نمسك مجال مجال نعرف الطاقة النووية ساعدتني في ايه. قال لي في اول مجال خالص عندك الطب، ساعدتني الطاقة النووية في تشخيص وعلاج بعض الامراض كالسرطان. خلاص مفيش مشكلة. تعال نشوف توليد الكهرباء ساعدني في ايه. ركز معايا دقيقة كده، عايز افهمك حاجة. الكهرباء اللي واصله لحضرتك في البيت ده ايه، هي ناتجه ازاي اصلا؟ قال لي المفروض ان انا لو معايا حوض كبير او مكان كبير، انا بكلمك بشكل بسيط، في ميه، وحضرتك استخدمت وقود حفري زي الفحم او البترول او الغاز الطبيعي، ولعت فيه فهيطلع طاقه حراريه. الطاقه الحراريه دي هتعمل ايه في الميه؟ هتغلي، فهيرتفع بخار ميه. ماشي. قال لي وبعد كده بخار الميه ده هيقابل جهاز هنا موجود شبه الدراعات بتاعه المروحه، اسمه التوربينات. توربينات. قال لي فبخار الميه ده هيحرك التوربينات. بعد التوربينات على طول هنا في جهاز مهم جدا انت خدته الدرس اللي فات، اسمه مولد كهربي. ايه الشغلانه بتاعت المولد الكهربي؟ ده بيحول الطاقه الحركيه الى طاقه كهربيه توصل عبر الاسلاك لعند حضرتك. تاني الكهرباء اصلا تتولد ازاي؟ ان انت بتسخن ميه فالبخار بتاعها بيطلع بيحرك توربينات، شفرات، دراعات، فالدراعات دي بتدخل للمولد طاقه كهربيه، طاقه حركيه، فيحولها الى طاقه كهربيه. ايه بقى الفايده بقى من الطاقه النوويه؟ قال لي ان انا بستخدم ميه عشان ابرد المفاعل النووي، فالميه اللي دخلت للمفاعل عشان تبرده اكتسبت هي الحراره، فقال لي بستخدم الطاقه الحراريه دي في ان انا اسخن الميه، فتطلع بخار ميه فيحرك التوربينات فيخش للمولد يديني طاقه كهربيه. يعني ابص في الكتاب كده شوف الموضوع ده تاني. يبقى مجال توليد الكهرباء تستخدم الطاقه الحراريه الناتجه عن بعض التفاعلات النوويه في تسخين الميه، سخنت الميه حتى الغليان واستغل البخار ده هو في اداره التوربينات. طب وبعد كده وتشغيل المولدات لتوليد الكهرباء، وشغل بعد كده المولد عشان يخش له طاقه حركيه يطلع لي كهربيه. طب تالت حاجه في استكشاف الفضاء، قال لي تستخدم بعض المواد المشعه كوقود لمركبات الفضاء او للصواريخ التي تنطلق الى القمر او تجوب الفضاء. رابع مجال مجال الصناعه. لو حضرتك كده مثال صغير رايح ان انت تشتري اي معده، وليكن مثلا مواسير الميه البلاستيك، حضرتك مستحيل تكتشف ان هي موجود فيها ثقب او مشكله. لو فيها فتحه صغيره جدا ممكن تعمل تسريب بعد كده، انت عمرك ما هتشوف الكلام ده. لكن الطاقه النوويه والاشعاع بتاعها بيقدر يجيب العيب ده. يبقى هي كده بتعمل ايه؟ الكشف عن عيوب الصناعه، الكشف عن عيوب المنتجات الصناعيه، وبتحول الرمل الى شرائح من السيليكون. السيليكون ده يا استاذ اللي عند حضرتك في جهاز الكمبيوتر والاجهزه الالكترونيه. خامس مجال عندي هو مجال الزراعة، تستخدم الطاقة النووية في القضاء على الآفات، أي آفة زراعية في قلب الأرض هي بتقضي عليها. وبعد كده تحسين السلالات، ممكن من خلال الطاقة النووية إن أنا أحسن السلالة، لو الزرعة بتاعتي فيها مشكلة أقدر أحسنها. وآخر حاجة عندي مجال التنقيب في الكشف والتنقيب عن البترول والمياه الجوفية.
كمل معايا. انا عرفت الاغراض السلميه للطاقه النوويه. قال لي كل حاجه لها مزايا وعيوب. سلاح ذو حدين، الطاقه النوويه دي سلاح ذو حدين، ليها مزايا شفتها. تعال نشوف العيوب، وهي التلوث الاشعاعي. قال لي ايه التلوث الاشعاعي؟ لو كميه الاشعاع زادت في البيئه المحيطه بيا فهي هتضرني. لو الاشعاع حواليا بنسبه محدوده انا مفيش مشكله بتحصل لي، اما لو زاد في الجو هيسبب لي مشكله. فالتلوث الاشعاعي هو ارتفاع كميه الاشعاعات النوويه وزياده نوعيتها، زياده الانواع بتاعتها. وقال لي ان مصادر التلوث ده نوعين، يا اما مصادر طبيعيه يا اما مصادر صناعيه. مصادر الطبيعيه دي مش بايدي، حاصله غصب عني. زي ايه؟ زي الاشعه الكونيه الصادره من الفضاء. لو جاي لي اشعه كونيه من الفضاء الخارجي ماليش سيطره عليها. قال لي زي مصادر الاشعاع الطبيعي الموجوده على سطح الارض، العناصر المشعه اللي عماله تشغل وتطلع اشعاع لوحديها ماليش سيطره عليهم، دي مصادر تلوث طبيعيه، يبقى زي العناصر المشعه وزي الاشعه الكونيه. اما اللي الانسان عملهم بنفسه المصادر الصناعيه، زي تجارب تفجير القنابل النوويه. عملنا قنبله نوويه او قنبله ذريه وفجرناها، دي بايدينا، احنا اللي عملنا التلوث بايدينا واذينا بعض بيه. والنفايات المشعه الناتجه عن المفاعلات النوويه. مثال على التلوث اللي حصل ان في مفاعل نووي كان باسم العالم اللي عمله تشيرنوبل. المفاعل دون انفجر في 26/4/1986. ده بسبب خطأ فني في التشغيل، وهو بيتشغل شغلوه غلط. قال لي فتسرب الكثير من الغبار مكون سحب. قال لي يا استاذ المكان اللي حصل فيه الاشعاع ده، الاشعه طلعت وكونت سحابه فوق فيها يا استاذ بخار ميه، فتحول لميه بعد التكثف. هو انت تفتكر ان السحابه دي هتفضل واقفه في مكانها؟ طبعا لا، الرياح هيحركها. فالسحابه دي اتحركت شويه اتحركت شويه، جت لما السحابه تقلت مطرت. هو الاشعاع حصل هنا، التلوث هنا، فضل في نفس المكان. قال لي لا، ده الدنيا مطرت والسحابه نزلت في مكان تاني. فانا عايز اقول لحضرتك ان التلوث الاشعاعي مش ثابت في مكان واحد، ده بيتحرك. ممكن بلد ما حصلش فيها تلوث اشعاعي بس يوصل لها التلوث الاشعاعي. فقال لي هنا وعندما سقطت الامطار في شهر 5، بعديه بشهر كده وبعديه بكام يوم، حملت معها العناصر المشعه لسطح الارض، فاثر على كل حاجه عندي. هياثر على التربه، وهيأثر على النبات اللي هيطلع في التربة، وهيأثر على الحيوانات آكلة العشب اللي هتاكل النبات، هيأثر على كل حاجة عندي. ثم انتقل هذا التلوث للخضار والفاكهة. قال لي ممكن يحدث تلوث إشعاعي في منطقة لم يحدث بها انفجار نووي. في انفجار نووي حصل في مكان، منطقة تانية اتلوثت. قال لي لأن التلوث الإشعاعي قد ينتقل إلى سطح الأرض يا إما عن طريق حاجتين، يا اما السقوط الجاف بواسطه الرياح يا اما السقوط بواسطه الامطار. كلام محترم. قال لي طب الجزء اللي بعده، انا لما اجي اقدر الاشعاع النووي او الاشعه بقدرها بوحده اسمها سيفرت، والاختصار بتاعها مهم جدا، اس في. يبقى تقدر او وحده قياس الاشعاع هي السيفرت، اس في. قال لي السيفرت هي الوحده الدوليه لقياس الاشعاع الممتص بواسطه الجسم البشري. قال لي انا جسمي يستوعب قد ايه من الاشعاع؟ قال لو انت راجل شغال في مجال الاشعاع جسمك يستحمل بحد اقصى اكتر عدد ليه 20 ملي سيفرت. الناس بتنسى ملي دي خالص، يجي في الاختيارات في الامتحان يقول لك 20 سيفرت فتختار على طول، هي 20 ملي سيفرت. اما الجمهور اللي زينا، الناس اللي بعيده عن المجال دون، جسمه يستحمل 1 ملي سيفرت. يبقى العاملين في المجال 20 ملي، والجمهور لا يتجاوز 1 ملي سيفرت. هو انا لو انا واقف قدام اشعاع، معايا طفل صغير ومعايا شاب بين عمرنا احنا الاثنين، تفتكر لما احنا الثلاثه نتعرض للاشعاع احنا الثلاثه هنتاثر نفس التاثير؟ قال لي مستحيل. الاشعاع لما يجي ياثر على حد بيأثر عليه بسبب 3 عوامل. اول حاجه انت عمرك قد ايه، يعني انت لو عمرك اكبر فمناعتك اكبر فجسمك يقدر يستحمل اكتر، يبقى عمر الشخص. قال لي وتاني حاجه الفتره الزمنيه التي يتعرض فيها الشخص للاشعاع. هو انت قعدت قدام الاشعاع قد ايه؟ 5 دقائق ولا دقيقه ولا ساعه؟ الوقت هيفرق غير عمرك. تالت حاجه الجزء الذي تعرض للاشعاع، الاشعاع ده جاب ايدك ورجلك
ولا جاب مخك وجاب دماغك فهيأثر عليك اكتر؟ يبقى مدى التأثير بتاع الإشعاع هيفرق معايا في عمر الشخص، 3 حاجات دول، وتاني حاجة في الوقت، وتالت حاجة في الجزء اللي تعرض الإشعاع. وبنشوف آخر حاجة معايا في الدرس الخاتمة بتاعتي بس أهم حاجة فيه هو تأثير التلوث الإشعاعي على الإنسان. لما جيت أدرس التلوث تأثيره إيه على الإنسان قسمته لقسمين: إن أنا بتعرض لإشعاع كميته كبيرة في وقت قليل. يعني إيه؟ يعني أنا تعرضت مثلا وليكن ل 100 ملي سيفرت بس في 5 دقايق، ولما أروح بيتي مش هرجع تاني للمكان ده. يعني أنا يا أستاذ اتعرضت أو تأثيرات ناتجة عن التعرض لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية قصيرة. جرعة إشعاعية كبيرة، جرعة كبيرة في وقت قصير. يا إما أتعرض لجرعة إشعاعية صغيرة بس خلال فترة زمنية طويلة، كل يوم كل يوم. يبقى أنا أتعرض لكمية كبيرة في وقت صغير، كمية كبيرة في وقت صغير، يا إما العكس، كمية صغيرة في وقت كبير. تعال ندرس الأقل وهي الجرعة الكبيرة في وقت صغير. قال لي تعرض الجسم لجرعة إشعاعية كبيرة خلال فترة زمنية صغيرة مثلا يوم أو أقل، هيؤدي لتدمير 4 حاجات. ركز معايا. هيؤدي إلى تدمير الطحال والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي، ورابع واحدة نخاع العظام. طب ايه المشكلة لما نخاع العظام يتأثر؟ ما انا مش عارف اهميته. قال لا مهم، نخاع العظام ده المسؤول عن تكوين كرات الدم الحمراء. يبقى لو انا تعرضت لكمية كبيرة في وقت صغير هيدمر الطحال، هيدمر الجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي ونخاع العظام. طب نخاع العظام ده بيعمل ايه؟ تكوين خلايا الدم، مما يترتب عليه نقص عدد كرات الدم الحمراء. اول حاجه بتتاثر في الاربعه، واحد سالني، طالب قاعد سالني فقال لي هو انهي واحده من الاربعه دول هيتاثر الاول؟ قلت له نخاع العظام هو اول واحد بيتاثر فيهم قبل الطحال والجهاز الهضمي والجهاز العصبي المركزي. ففي واحد تاني قال لي هو لو كرات الدم قلت وحمراء ايه المشكله؟ قلت له هتحس بالاعياء، وتاني حاجة حدوث التهابات متنوعة بأماكن متفرقة من الجسم زي الحنجرة والجهاز التنفسي. وآخر حاجة ممكن تحصل لك لو كرات الدم الحمراء قلت هو حدوث غثيان ودوار وإسهال. نخش على التأثيرات التانية وهي كمية من الإشعاع صغيرة خلال وقت طويل. قال لي دي أخطر طبعا. قال لي لأنها لما تيجي تأثر الإشعاعات الصغيرة ده خلال فترة زمنية طويلة لها تأثيرات بدنية على الجسم، ولها تأثيرات وراثية على الجينات بتاعت حضرتك، ولها تأثيرات خلوية. وفكرني أقول لك سؤال مهم قوي في الحتة دي، في سؤال لازم يجي في الامتحان في الحتة دي. أول حاجة التأثيرات البدنية إن يظهر على الجلد بتاعي بعض الأشكال الغريبة، هي التغيرات التي تطرأ على جسم الإنسان ممكن توصل للسرطان الجلد. تاني حاجة التأثيرات الوراثية. السؤال بقى هنا ايه؟ التأثيرات الوراثية الوحيدة اللي مش هتظهر على الشخص اللي اتصاب، ده هتظهر على عياله. تاني، يعني التأثيرات البدنية هتظهر عليا، والتأثيرات الخلوية، التأثيرات الخلوية الثالثة هتظهر عليا، أما التأثيرات الوراثية مش هتظهر عليا. ده السؤال اللي يجي لك، أنهي نوع من التأثيرات اللي ما بيظهرش على الشخص بيظهر على الجيل الناتج؟ تقول له التأثيرات الوراثية. بتحصل في تركيب الكروموسومات الجنسية، الحدث بتاعها او التغيير اللي بتعمله في قلب الكروموسومات الجنسيه للاباء، ويكون نتيجتها ولاده اطفال غير عاديين عندهم تشوهات. قال لي ورقم 3 والاخيره هي التاثيرات الخلويه. انا عايزك تعرف ان كرات الدم الحمراء بالمنظر ده، وجواها هنا كده الجزء اللي في النص دون بيبقى مجوف، شبه معلش كده المعلقه اللي حضرتك بتاكل بيها، هي مجوف عشان تقدر تعبي جواها حاجه. فالجزء ده الهيموجلوبين الدم دون بيتحمل عليه الاكسجين O2. اول ما حضرتك تتعرض لاشعاع ويعمل تأثيرات خلوية فهو بيغير من هيموجلوبين الدم، بيخلي المنطقة دي مش مستعدة انها تشيل اكسجين. طب وايه المشكلة؟ جسمك محتاج كل خلية فيه اكسجين، مفيش مكان الاكسجين يتحمل على الدم عشان يوصل له، فقال لي انت كده ممكن ايه يؤدي الى الوفاة. يبقى هي التغيرات اللي بتحصل في تركيب الخلايا. اديني مثال زي التغير في تركيب هيموجلوبين الدم، ويصبح الهيموجلوبين غير قادر على حمل الايه؟ الاكسجين.
الى جميع خلايا الجسم مما قد يؤدي الى تدميرها. اخر حاجه طرق الوقايه من التلوث، عندنا شويه حاجات لازم نخلي بالنا منها عشان ما يحصلناش تلوث اشعاعي. قال لي اول حاجه ارتداء المتعاملين مع المواد المشعه ملابس خاصه وقفازات. لازم الناس اللي بتتعامل في مجال الاشعه يلبسوا ملابس خاصه وقفازات للوقايه من الاشعاع النووي. تاني حاجة وضع قوانين بتلزم المحطات النووية بتبرد المية السخنة الأول بتاعة المفاعلات قبل ما ترميها في البحر أو المحيط عشان الكائنات الحية اللي هي الأسماك اللي موجودة ما تتضررش. رقم 3 تدفن النفايات تبعا لقوة الإشعاع. فالنفايات الضعيفة والمتوسطة ده اهي أدفنها في بطن الأرض وأحطها أو أحط حواليها طبقة من الصخور أو الأسمنت. اما القويه احطها في اماكن كبيره او اعماق اكبر في باطن الارض. اخر جزئيه تخلي بالك منها عشان ما يحصلش ليك تلوث اشعاعي، قال لي مراعاه الشروط التاليه. تدفن النفايات بعيده عن مجرى المياه الجوفيه، ما تتحطش في مكان قريب من مياه جوفيه. قال لي ليه؟ حتى لا تتعرض المياه للتلوث الاشعاعي. والمناطق المعرضة للزلازل ما تدفنش جنبها النفايات عشان لو حصل زلزال هتخرج لسطح الأرض. يبقى حتى لا تنتشر النفايات المشعة في البيئة المحيطة بفعل الهزات الأرضية. أقول لك حاجة مهمة جدا، إن إحنا مهما حاولنا أنا كمدرس أو غيري من زمايلي نجتهد معاك ونساعدك، لو أنت ما ساعدتش نفسك مفيش أي نتيجة. لازم القرار يبقى من جواك إن أنت تعرف إن إحنا خلاص في نهاية الترم، مجهود سنة كاملة بنلمه في أقل من شهر. محتاج تجتهد، محتاج تزود عدد ساعات المذاكرة بتاعتك، محتاج تربط كل حاجة أنت بتدرسها بحياتك اليومية. لو أنت خدت المذاكرة أو المنهج اللي بيتقدم لك في جميع المواد إن هو مش مادة دراسية، أنا بعرف اللي حواليا، الموضوع هيبقى أسهل بكتير. حاول تجتهد، واللي ما بيساعدش نفسه محدش هيساعده. مهما قدمت لك أنا وغيري من المدرسين أفضل شرح وأفضل مراجعة، انت لو ما قررتش تقعد وتذاكر وتحصل وعندك هدف من جواك انت ان انت تكون شخص كويس، مفيش اي نتيجه هنوصل لها. وان شاء الله نخش على الوحده الثالثه ان شاء الله اقرب وقت تبقى عندك على قناتنا على اليوتيوب، ان شاء الله نقدر نساعدكم. سلام.